وصفتنا لليوم بوظة طريقة ناجحة واقتصادية. بتمنى عم يحضرني من أول مرة ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. وبتمنى عن جد تتابعوا هالوصفة لأن عن جد قد ما إلكم طيبة ما رح تصدقوني. بس تعملوها ناطرة تعليقاتكم وتعطوني رأيكم وشوفوا كيف طالعة روعة ولا أحلى من هيك. وهيدي النتيجة. وإذا حبينا نحط على بوظة الفانيل فينا نحط صوص شوكولا بتطلع كمان طيبة كتير. وشوفوا البوظة نتيجتها، شوفوا كيف بتشلخ معنا مثل البوظة الجاهزة اللي بتجيبوها من المحلات، وكمان أكيد أطيب لأنها عن جد نحن بنعملها بالبيت وبنعرف شو عم نحط فيها. وهلأ خلينا نشوف بوظة الفواكه ولا أحلى من هيك. عن جد بتمنى تتبعوا هالوصفة. وهلأ بنكتفي بهالقد، خلينا نروح نبلش أنا وياكم بالمقادير. هلأ بنزل لتر حليب، معلقتين كبار من النشا، داسة سكر يعني كوب شاي صغير، نص معلقة فانيليا، معلقتين كبار من حليب بودرة. هلأ بنحركهم قبل ما نولع النار. هلأ بولع النار بضلنا بتحريك مستمر لحتى الغليان، بس أكيد بدنا ننتبه كتير لأرضها ما تلزق معنا. هلأ بعد ما غلى الخليط عندي بخليه دقيقتين على النار، وبدي القوام يكون بهالشكل، ما بدي اياه سميك لأنه نحن ما عم نعمل مهلبية. بعد ما تركت الخليط حتى برد بجيب ورقة نايلو وبغطيله وجهه، وفينا نعمله ومنحطه بالبراد قبل بيوم، تاني يوم نشتغل فيه. مهم ما نشتغل فيه وهو بعده سخن، لازم يكون عنا ساقع. هلأ برفعه على البراد. هلأ بعد ما تركت الخليط أنا عملته قبل بيوم عشان اشتغل فيه تاني يوم بكير، أو فيكن تغلوه للخليط هيدا من الصبح. المهم نحطه ليبرد ويسقع معنا. المهم بس نشتغل بالخليط لازم يكون عنا سقع ما سخن. شوفوا لونه كيف طلع أصفر عندي. إن حطيت الحليب البودرة بنستغني عن حليب المحلى. هلأ بيلزمنا كريمة شانتيه، رح استعمل 4 ظروفي من الكريمة. رح حطيت أني كوبين عيرتهم بالكوب، ومنحط حليب نص كوب. هلأ بنبدي نخفق الخليط، بنضلنا نخفق فيه لحتى يصير عنا القوام يرتفع ويشتد، يصير عنا بهالشكل. هلأ اللي عنده سكري ما بيقدر يحط سكر عادي بالحليب، أنا حطيت سكر، بتقدروا تحطوا سكرين تستغنوا عن السكر العادي. هلأ بنزل معلقتين كبار من العسل. إذا كان ما موجود عنا قط عسل بنقدر نغلي كوب سكر ونص كوب مي، مهم نغليه ويكون عنا جامد لحتى ينجح عنا طريقة الكريمة وتكون البوظة عنا ناجحة وتعطينا نتيجة نفس هذا القوام بيكون. حابة أوضح لكم شغلة، إذا حابين تستعملوا كريمة طبيعية بشي كريمة شانتيه بيكون أفضل. وهذا القوام صار عندي بهالشكل. هلأ بجيب علبة وبعبي البوظة على الفانيل. هلأ بنكتفي بهالقد. هلأ بغطيها وباخدها على الفريزر. بنبلش بالبوظة المانجا. المانجا كنت مفرزتها، طلعتها قبل ب10 دقايق حتى نشتغل فيها. هلأ باخدها حتى اطحنها، بحط عليها معلقتين سكر بودرة، وإذا عنا سكري بنحط عليها سكرين. هلأ صارت عندي بتكون ناعمة بهالشكل. بنزلها بالجات وبنعبي بنفس الكيسة من الخليط اللي عملناه. يعني بكون حطيت أني كيسة من المانجا وكيسة من الخليط الكريمة. هلأ بنخفقهم مع بعضهم منيح. شوفوا الخليط كيف صار عندي بهذا اللون. إذا ما عجبنا هذا اللون ممكن نستعين باللون الأصفر تاعول الحلويات، وهذا اختياري يعني لونه هو أصفر بكافي، بس إذا حبينا نزود اللون أكتر بنحط منه.
هلأ صارت عندي البوظة جاهزة تاعت المانجا. منحرك الأطراف أحسن ما يكون عندي بعد لون مش محروق. وخلصتها هلأ منجيب علبة أو أي تبر واي ومننزل فيها بوظة المانجا. هلأ مسحها إذا في شي على الأطراف وبغطيها وباخدها كمان على الفريزر. هلأ منبلش البوظة على الفريز. مثل طريقة المانجا طلعتها قبل ب10 دقايق هي والمانجا. وهلأ باخدها لأطحنها، بحط عليها معلقتين سكر بودرة، وإذا عنا سكري منحط عليها سكرين. وهلأ بعد ما طحنتها وصار عندي القوام بهالشكل لازم يكون ناعم، بنزله بالجاط وبعبي من الخليط كمان كاسة وحدة من الخليط الكريمة. هلأ بنخفقهم مع بعض هون. فينا ندوق حلو طعم الخليط البوظة. إذا بده سكر بنرجع هلأ بنضيف له عسل أو سكر بودرة أو سكرين. هلأ وحتى اللون الأحمر حبيت نزل شوي كمان، ونرجع بنزيد معلقة عسل حتى تطلع الطعمة أطيب. انتو بتدوقوا كل خليط بتخلطوا بتدوقوا، إذا عجبناش نرجع بنزيد، كنا عم نحط سكرين أو سكر عادي أو عسل. هلأ صار عندي الخليط جاهز، بننزله بالعلبة ومنغطيه ومناخده على الفريزر. هلأ عندي نص كوب حامض رح نزله وعير 4 أكواب كريمة فيه، أو منحط 3 أكواب من القشطة إذا لقينا ما بيأدينا الكريمة بعدها بتأدي للبوظة الشوكولا. هلأ حتى يطلع عنا اللون فستق وحلو رح استعمل الصبغات هيدي للحلويات. حط تقريبا شي معلقة وسط من اللون الأخضر، كمان من اللون الأصفر. هلأ بنخلطهم مع بعضهم وشوفوا اللون كيف بيصير عندي لون حلو. إذا اللون بعد ما عجبنا لونه كتير بنرجع ممكن نزيد اللون الأصفر شوي. هلأ بنحرك الأطراف أحسن ما يكون بعد عندي لون أبيض على الأطراف، وبنزلها بالتبروية وصارت عندي جاهزة. هلأ بتدوقوها انتو كل بقوظة بتدوقوها. أنا دقتها لقيت طعمها ما بده بعد سكر ولا عسل. انتو حسب الرغبة بتحطوا العسل والسكر. هلأ مسح الأطراف وبسكرها وباخدها دغري على الفريزر. هلا رح اعمل اخر بوظة هي بالشوكولا. نزلتهم كلهم، بحط معلقتين كبار من الكاكاو. هلا بنخفقهم مع بعضهم. انا استعملت كاكاو غامق، ممكن يكون عندنا شوي مر الكاكاو هيدا. بنجيب معلقة مندوق، اذا بعد بدنا سكر حطيت معلقة سكر بودرة. اكيد بنحط سكر بودرة افضل ما نحط بالبوظة الشوكولا عسل، او اذا كان عندنا سكري بنحط معلقة سكرين او معلقتين، لانه السكرين ما بيحلي مثل السكر. هلا بننزلهم بالعلبة، وهي عنا اخر طبق من البوظة. هلا بغطيهم وباخدهم على الفريزر. هلا شوفوا، من لتر حليب و4 علب ظروفي من كريم شانتيه طلع عندي هالكمية البوظة. 5 أنواع عملت. وبتمنى إذا عجبكم الفيديو وما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. وإلى اللقاء بفيديو جديد.